اوعى تكون مش بتتمرن تشيست بريس على الماشين. ده من اقوى التمارين لعضلة الصدر، وهقول لك ليه، بس خليك معايا لاخر الفيديو ويلا نشوف تفاصيل التمرينة دي مع بعضين. العضلة المستهدفة هنا هي عضلة الصدر اللي هي باللون الاحمر اللي بنسميها بيكتوراليس ميجور، والتركيز او التحيز هنا اكتر على السترينوكوستال هيد اللي هي زي ما انتوا شايفينها في الصورة هنا. طيب العضلات المساعدة في الحركة هي الانتيريور دلتويد والترايسبس بريكياي وعضلة السيراتيوس انتيريور اللي هم باللون البينك. تعالوا نبص من الجنب ونشوف التحليل الحركي للتمرين ده. هتلاقي الحركة من عند لوحين الكتف اللي هي الحركة هنا بنسميها سكابيولا ابدكشن، اللي هي تباعد لوحين الكتف عن بعض. ولو هنبص بقى من زاوية الشيست نفسها بقى هنعكس الموضوع من عند الشيست والانتيريور دلتويد اللي هو الكتف الامامي، بتبقى الحركة اللي هي هوريزونتال ادكشن اللي هي تقارب الذراعين. وطبعا معانا برضو هنا الالبو اكستنشن. طيب الاخطاء الشائعة في التمرين ده ايه؟ ان اللاين او الخط ما بين الكوع وصدرك بيبقى بعيد او كوعك راجع لورا. الصح ان كوعك يبقى لقدام موازي للصدر. تابعنا عشان تعرف الاداء الصحيح والتشريح لكل تمرينة، واكتب لنا في الكومنتات ايه التمرينة اللي عايزنا نشرحها. وطبعا اوعى تنسى الفولو والشير عشان الكل يستفاد ويتمرن صح.